بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في بيان بعض الكلمات المصطلح عليها في هذا الفن. اف قسمي دويا بشاد دويا بيانا إنكي كلمة كساسة روحانية تكن دري علمي ده، يعني بدون تدريب. السند مثلا في عندها سند درباس فكلمة نظام بتشيه. الإسناد إسناد درباس تبع المتن. المخرج مخرج أيدية مخرج أيدية نوري. الحديث النبوي درباس تبع بمثل حسن نبوي الخبر خبر در باست به خبر شيء الأثر. المسند مسنيد. المحدث الحافظ. الحديث القدسي مثلا محدث في قصدكن حافظ كي قصدكن نوري حديث قدسي كل بيت حديث قدسي شيء معناتها كلمة اصطلاح وان هي يعني في علم داكو ممكن نقول اصطلاح شوك مثلا نحو بين فاعل بين مفعول بين صفات بين موصوف ونجي اصطلاح وان هنا. هذه كلمات يكثر المحدثون من ذكرها. هذيك كلمة أنا بحدث في البحث وانتكن نوري يعني ذكرت بقول المشتكل كارتين. فلا بد لطالب هذا الفن معرفتها لازم جي طالبي في علمي را يعني في علمي تخازه والنصب كزامبه. السند كيجالس بيك السند شيء هو الطريق الموصلة إلى المتن. رياك برد جينا بالمتن يعني رجال الحديث يعني إسلامي حديثين عن فلان عن فلان عن فلان وانا هنا او انا سند. طبعا هيك قلت السند معناه اسناد قلت اخبارش طريقه متنيه. بس في سوتيري ما قال يا السند الاخبار عن طريق متن كالاسناد لدى فريقين، يعني بمعنى اسناد استثمار كنا واصل غالب فيها غالب فيها الاسناد. هو سموا بذلك شير قلت السند لانهم يسندون الحديث الى مصدره çünkü vana yani çima van zilama navi van senede van zilama silsile navi van senede çünkü hadis edicinin var asli ve temeli bir bar kaynağı var. يمكن. مم. الإسناد. إسناد هو الإخبار عن طريق المتن، إخبار طريقة متنية، أي حكاية رجال الحديث، يعني عن فلان عن فلان عن فلان أف إسناد كرن كنت بيجي أو إسناد في إسناد كر. يعني أسند الحديث قال عن البخاري عن علي بن المديني عن فلان عن فلان. إذا تقول سند بمعنى جتي أما بمعنى إذا فانا يقول سند ده سكت كتير. تمام. يعني فيها أو ننه يعني عبارة إسناد عبارة أو كشي إخبار كرني عبارة إخبار أش طريقة متن. المتن متن هو ما انتهى إليه سنده. المتن ما انتهى إليه سنده. شو أوجد بيجي في هذا الشيء في سوتي يك سند كيجيكي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات نوري أو متن وسند يشوي. المتن ما انتهى إليه سنده. المخرج مخرج مخرج شيء طبعا اسمه فاعلين. المخرج اسمه فاعلين اسمه فاعل يعني مخرج نا مخرج نا مخرج اصلا ظنت يعني بين يكتب ولا يقرأ. يعني دول ذاتين كمل بيجي مخرج تقول مخرج بفتي جرى كويس فاعل. فإنهم يقولون هذا حديث باطول نوري خرجه أو أخرجه فلان وظن دمك مخرجي ومخرجي أنا مخرجي ورا حديثك خرجه أو أخرجه فلان يعني تخريج كذي يعني شيء أي ذكر رواته يعني راوي اسكي قلت في حسيس فلان كذا فلان كذا فلان كذا أو يا مخرجة وقت تحسب راوي اسكي كذي أنت إخراج في حديثي مفهوم. فالمخرج بالتشديد أو التخفيف وليس ما دام في مخرج يا مخرج أذى يقول مخرج يا مخرج أذى وزمان مخرج يا مخرج هو ذاك الرواة الحديث إيه ذكر رواته حسيتك زاد خرج وأخرج معناه إيه ذكر رواته وزمان مخرج يعني باطي خرج ذكر رواته به يجي أخرج ذكر رواته به وزمان مخرج كيه ذاك الرواة الحديثة مخرج كيه ذاك الرواة الحديثة ذاك الرواة الحديثة كالبخاري ومسلم ونحوه. المخرج كمخرج كيه اسمه مكان كي مخرج. فإنهم يقولون هذا حديث عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه جامع حديثك مخرجه بليه يعني زلامي سند نيتس يعني أساس سواك سبيج سند يا جنبليه
بفتح الميم والراء. تمام. بفتح ميمي يعني مخرج يعني نه مخرج. یا جی نه مخرج. یا چی یعنی یا تو دلم یا چی مراد به چیه؟ ای رجال الذين رواه اوزام روايت کرد. لأن كلام الرواة موضوع صدور الحديث عنه. شو مخرج نابه والمخرجه؟ çünkü her یک راویه جیه حدیث چه به بو چه بو جیه خروجی لو ما يفهم قلت مخرج. شو الحديث النبوي حتى نبوي شيء هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. شو هاتي إسلام كبار الرسول صلى الله عليه وسلم شو قول به بوتنا رسول الله به شو كرناوي به شو وصفك به خلقي خلقي بعضي بعضي أواوي به حبوناوي يعني شيء بوناوي بعضي الباقي أخلاقي به أو تقرير جي أناي يا رسول الله شيء مثلا أو قبول كده. وسمي بذلك جاء قلنا حديث مقابلة للقرآن الكريم. قارش القرآن ده حساب كنا فإنه قديم وشاد ورافيا ورافي وقت وسيلة تسمية توابيجي تي حديث وشاد معنى حادث معنى كتكي نوري فعيل معنى فعل يعني حادث أو قارش قديم ده أصلا حديث يعني وريبوتيه ده يعني معنى خبردان جشتي شو غالب مثلا تبي يا رسول الله نه خبردان تنما غالب خبردان وكا تسبيح كل بيسبي جزئيه يعني محتمل ويجي قلت يعني تمام. أنا قلت فيها قلت. وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقليدهم ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قال لك شي محدثا نافي حديثي استعمال كرنا لقوتين الصحابياش إيه تابعيناش كرنيوان أو تقليديوان ونايوان ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا إبكي جواتيكو نافي حسير فاناج كلمة شاش هفت قتينن واش هفت قتينن إبكي يشتبه رسول الله جد بيجن حدث مرفوع. وما أضيف إلى الصحابي يسمونه حديثا موقوفا من حدث موقوف ها وندو وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف إلى التابع يسمونه حديثا مقطوع. تمام. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ويصحابي يشخذ بالموقف كما سيتضح لك إن شاء الله أيضا اشترى ظاهر بفهم. طيب بيش الخبر خبر قال في شرح النخبة الخبر عند علماء هذا الفن مراد في الحديث علماء حديثي غالبي يعني بين خبر وحديث معنكي يبقى معنى مشهور حديث شبو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعالي وي أوصافي وي أو تقريراتي. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كفرق ولا كيف وصح إيه كجا صابة حديثة والخبر ما جاء عن غيره. إيش خير رسول الله به بس إيش تابعينا به إيش صحابيا به ها بالخبر. ومن ثم قيل لما يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري. شو بقول قاسي إيه مثلا مشغول دبا بالتاريخ وبنزل تاريخه شو ورد بيجن دبين أخباري نابج يعني بين خبري نابج محدث. ولمن يشتغل بالسنة النبوية إيه بسنة الرسول بيجن بيجن محدث بين محدث فين بو جد في أوي ده كيف رهين تدي أخباري تدي اسم منسوب نزول نسبة بال مفردة تيكر أوري يعني جبي قاسي مثلا دبيجن دبين مثلا أخباري يعني شيء يعني قلنا خبري تمام مثلا نابن دولي دبين دولي مثلا وصار راسي تشكي نابن يعني دولة راسي نابن دولي نابن دولي تمام. إجا طبعا مش وري راسته بري زمان عربا بريوي سنادا وقتك بالنسبة تكن بال مفردة تكن أما هنكي نسبة تكن بال جمعي جهنة ابن هشام دمون إلى بيدا أو تكن نقل تكن شوان بري نقل كنكو مثلا قلت نكي واوان عربي أو محدثون يفانينون يعني تمام يعني مشهور وريه أما هي يعني شو قاس يك بيجي أخباري نيانشي يك بيجي دولي نيانشي تمام أما كاره بيجي عندك خبري بيتره دولي بيتره ولا بيجي وده حاشي كي أبي ده حبون ما ده حاش كأبي ده بودي من ده حاشي كي أبي ده مقدمه إيه شرح ألفية ألفية سيوطي من ده يذكر ومشام جا أبي نقلت كها يعني بس أنا تدي إيه علمينو فرنزان نحوي أما ابن شام موني لبي بيدا يعني
جبان عالمي كيف نقل يعني معناه هيك زبان علم ده يعني جبي قسم جنا نابجانش هذا دليل. الأثر إذا أثر شيء قال في التقريب ما من نوي تقريبي دا قلت ما قلت تقريبي الشاطئ قلت الشاطئ شيء في علوم الحديثة أو قلت قديما مثلا قلت إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر. قلت محدث مرفوع وموقوف يعني أصحابيا أرسطو أصحابيا را دبيجين أثر ها طيب موقوف أصحابيا كم دبيجين وقت أو تياتنا نضحك مرفوع طبعا أنا ويانا بيجك مثلا جانا قلت موقوفة ما تحكمي مرفوع ده مقطوعة حكمي مرفوع ده. وإن فقهاء خراسان فقيه خراسان يسمون الموقوف بالأثر أو موقوف يرد بين أثر الصحابي والمرفوع بالخبر شو مرفوع راج بيجي خبر أو شيء إصلاح كأي. أما مشهور تعرف أولى حديث قلت يا رسول تفخمني خبر إنك مترادف كليه إنك خبر إيش خير رسول الله أما أفجي هنا يعني قول شيء هنا. المسند هيك مسند كيه هو من يروي الحديث بإسناده. طيب فلان عالم كان مسندا يعني حسن رواية كرت هم بإسناده سواء كان له علم به أبيان نلازم معنى حديث سامبه مش علمي به هبه أو ليس له إلا مجرد رواية يا طا تنا بصادج رواية هبه يعني مسلم إيه من ذكر الحديث مع الإسناد. المحدث هو العالم طريق الحديث يعني سند حسيزانه وأسماء الرواة نافي راوية زانه والمتون متناج زانه وظن فهو أرفع من المسند يفسر مسند الراية ها جوري كتير سوي داي. الحافظ حافظ كيه هو مرادف للمحدث عند بعض السلف معنى محدثي أنا كما أقول عالم تاريخ الحديث جاب هنك سلفا وبعضهم خص الحافظ بمن هو مكثر لحفظ الحديث هنك حافظي خاص كتير ويقرأ أجزاء أزبال كتير متقن لأنواعه شيء حديثة جري حديثة باش زانه ومعرفته لأنواعه عليه ويعني متقنة يعني خش علمية وخش زان تمام. متقن لأنواعه ومعرفته يبارك خوش معرفتي نخوشها يمكن. وبعضهم خاصة الحافظ متقن لحفظ الحديث متقن لأنواعه ومعرفته متقن لمعرفته يعني أول شيء بعض أنواع يتكلم متقن أنواع حدثة ومتقن ناس كنا حدث فهم كنا حدث وتقول متقن فهم كنا وراء معنى إيش كلام واش خود بيجي رواية ودراية نوري يعني هم رواية وانزانه هم دراية ولا رخيزانه أصولا وجيزانه يجي رواية لفظي جزانه ومعنى جزانه أنا رواية دراية معنى كش خو ما معنى كده رواية دراية دي معنى اشتي معنى كده يعني رواية كانت بالي لفظي حدثي ودراية معنى حدثي أصول كذا بنيزات تمشي مدرك لعلله التي إدراك يعني التي ويزانه. ولذلك قال الإمام الزهري لا يولد الحافظ إلا في 40 سنة. لقاس إمام الزهري قلت حافظ كنابة أنجح تشلصل يعني تشلصل مشغول بذا بحديثي حتى أكون حافظ لا قصد الدرار يعني ينبو شكر هذا دوري إن قضى هذا يجو. وقد ذكر العلامة المناوي لأهل الحديث مراتب علامة يعني مناوي أو جحالي حسرها هنكي مرتبة وان أو يعني إذا هنكي مرتبة منيا بسند مثلا محدث حافظ أفجيكي مرتبة نه جيبو كاد فريجا أو الشيء مناوي قلتي وياش تبشي قلتي أولها الطالب مثلا أول مرحلة أشمايوي أولي بين طالب نوري مرحلة أول والمبتدئ طالب كي يكون دسبين ثم المحدث بس يكون كده علمه باب حدث ومن يتحمل الحديث يك حديثي أزبرتك دقرأ ويعتني به من روايته ودي هم جهات روايات باغلي لفظي هم جهات وكم بيجن أصولي ها يعني صراحة وانده وضها يعني كنا ودرايات بقول باعتبار معناش معنى حديث جيت كذا ثم الحافظ بشتي محدثي حافظتي حافظ كيه هو من حافظ 100,000 حديث 6,000 حديث أزبرت كيه 6,000 مثلا وإسناد أما متن وإسناد لكن متن تاني ووعى وفهم كليه
ما احتاج لي شيء يحتاجها وانا ايش فهمت. يعني خازي باغلي روايته به خازي باغلي درايتي. ثم الحجة بشي حافظ كتير حجتني. حجتك هي هو من أحاط ب300 حديث. 6000 حديث هذا. 6000 حديث. 6000. ثم الحاكم بشي حاكمتي حاكمتي من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتهم تاريخا. حسيب كان صاغنا صحيح وانا صحيح ومزه. يعني حسيب خاطر روايات بشي متن إسناد جرح تعديل تاريخ تفزانه أو من حاكم. أجي يصف لقب ضرب عن ساق بياضنا ويعلم أن هذه الصلاحات من الفن فلا مشاهدة في معارضة بعدها يعني إصلاحها وقت إصلاح به لو فيها واد بياد بإصلاحها وهو رأي فأنا قلت تشوف فيها بياد يعني مخالفة توان أبي شيناك كتاب تشمي شيناك. وزاد بعضهم منك ليه زي ذاكرية لقب أمير المؤمنين قلت يا أساس بشتي حاكم جي أمير المؤمنين هي. قال حافظ السيوطي حافظ السيوطي قلت يا الإمام السيوطي وقد لقب به جماعة بأمير المؤمنين تي هاتيه لقب كرن ناف ده هاتيه داي منهم سفيان ها شيبة منهم سفيان وابن راهوية راهوية ابن راهوية ما هو أنا بن راهوية نا بن راهوية لبن راهوية لبن سيبوية لبن نفطوية نا بن سيبوية نمنونه قلت يتهد بها تنام سيدان. تبقى غريب كمان. أما حدث أبي قلان مش ناكن بين وجه نابي شيطانة لا بين سيبويه بين سيبويه إذا في وري عرب كذا لو ما وري عرب كذا قلت يا راهويه صار راهويه نحوي بين راهويه بين سيبويه نفطويه وانا بين سيبويه راهويه نفطويه إجا وطيك وابن راهويه بقى سفيان دي سفيان سفيان الثوري هي وسفيان ابن راهويه هي إذا دمك سفيان أو سفيان الثوري قلت يا إذا ابن راهويه الثوري demek daha meşhur ama Gotya Süfyan demek de itlakın servi İbn Rahuyeci şu zaten Süfyan İbn Rahuye. Cevapta kuvvetine buna bu minhum Süfyan İbn Rahuye. Bu çare zaten Süfyan tanıyım. Ama bu kuvve temelen muhtemel ismi Süfyan Sevrici meşhur. Yani Evci İbn Rahuye meşhur. والبخاري مش بخاري جابوا تأمين المؤمن وغيره وباشقا شيء كلني وكأن تلقيب المحدث بأمير المؤمنين بقى ظنتكم بيقول بك أن جبوز عن إيشتي قلت التشبيه وظن ظنتكم تلقيب محدث كجب محادثات بين أمير المؤمنين يعني مزدي مؤمنة مأخوذ من الحديث الذي هاتيا قرتن شوية حديث رواه الطبراني وغيره كطبراني وغير الروايات كرنا عنه صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال قوتيا اللهم ارحم خلفائي قلت يا ربي خليفة من رحمه الله قلت كنا قلتنا إيه حديثين روايتك نوري إيه وطي حديث خليفة رسول أمير المؤمنين لو مجموعة قلت أمير المؤمنين الحديثة أن تم من الحديثة كما تقدم مش خبرين الباسكو أبقى ديا أما الحديث القدسي بخير في الغيب ساكن بس سيدان. الحديث القدسي بخير في الغيب الحديث القدسي يجي أبي حديث قدسية شيء اصطلاح حيوان هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى والصلاة به عن الله يعني فيما يروي عن ربه ويسمى الحديث الرباني واللي هم ذي حديث قدسي هم ذي حديث رباني هم ذي حديث إلهي تمام جاء طابي فرقة ما بين حديث قدسي قرآني وحديث نبوي أوه مشكلة أساس أو يسري بشكل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.